يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كلنا نصلي على النبي كده. وتعالي وقومي من النوم كده وفوقي وصحصحي وقومي اعملي صينية كيكة لولادك كده يفطروا بها زي كده ما انا قمت من النوم كده وعملتها لهم على ما هما صحوا من النوم. معايا هنا 5 بيضات، ومعايا كوباية زيت، ماشي، ومعايا كوباية حليب، ومعايا كوباية سكر، ومعايا برضو سكر عشان لو احتجت، ولو احتجت لبن وزيت هزود. ومعايا هنا معلقة من السمنة البلدي، ومعايا ريحة البرتقال، وفانيليا طبعا عشان البيض لازم يتحط عليه فانيليا على طول، وبودر. ومعايا هنا خلاطي. اجيب بقى كده مكوناتي كلها انزل بيها، نسمي بسم الله. هنزل اول حاجة باللبن، وهنزل بالبيض. هاخد كل المكونات بتاعتي ديت في قلب الخلاط واضربها كويس جدا. والزيت والسكر، انا هزود كمان نص كوباية سكر، وهزود نص كوباية حليب. ومعايا هنا البودر، الفانيليا معلش، البودر هسيبه لاخر حاجة. وده برتقان، ريحة البرتقان هاخد كده منه نقطتين بس، يخلي لون الحاجة حلوة بس كده معايا، ولونه احمر جامد كده. شايفين الدرجة كده نازلة معايا عاملة ازاي. ومعايا كمان هنا معلقة السمنة اللي احنا قلنا عليها البلدي. خد معلقة حلوة كده تخلي لنا ريحة الكيكة ديت تحفة كده. شايفين ريحة البرتقان يا ولاد عاملة في ايديا ازاي. هزود كده معايا تاني بنص كوباية سكر، معايا كمان نص كوباية سكر، وهجيب كمان نص كوباية حليب. بس الحليب دافي معايا شوية، هسيبه لما يهدى معايا على ما اضرب المكونات دي كده كلها ببعضها في قلب الخلاط. اضرب المكونات ديت وارجع معاكم تاني. احط كمان ذرة ملح صغيرة تتضرب معاهم. شايفين ذرة صغيرة كده من الملح تتضرب مع الخليط اللي احنا بنضربه ده. تعالوا بقى كده ناخد المكونات دي كده نضربها كويس جدا. ضربت الخليط كله كويس جدا في بعضه. هنزل بقى معايا بالبولة ديت كده، اصفي الخلاط بتاعي كويس قوي. لازم ننضف كده كل حاجة منسيبش حاجة يا جماعة، الحاجة غالية جدا. ربنا يسترها يا رب. كده تمام. فضينا المكونات، نجيب المضرب بقى بتاعنا، ونجيب الدقيق والبودر، نقلب ده كله كويس جدا. المضرب بتاعي اهو. انا معايا الدقيق ده كده انا نخلاه، انزل بكده تدريجا. واجيب معايا معلقة من البودر، واحدة لسه معايا يعني كمان نص واحدة هفضيها. نقلب بقى كده كل ده كويس جدا كده. بقلبه معاكم واحدة واحدة اهو في اتجاه واحد. بقلب الحاجة كلها في اتجاه واحد. عارفين الكيكة بنقلبها كلها في اتجاه واحد عشان تطلع معانا ايه هشة ومظبوطة ويدخل جواها هوا كده. لون الكيكة دي كده غريب ريحة انا اول مرة اجرب ريحة اللهم صل على النبي البرتقال السائل ده، بس هتبقى ريحة حلوة، تحسي ان انت عاملة فيه عصير برتقال. شوية الدقيق دول كمان كده، واقلبهم برضو في اتجاه واحد. سمك العجينة ولا هو رقيق ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة. النهاردة الجمعة كده الحبايب متلميين، فقلت قبل ما انزل اعمل كده صينية كيكة حلوة نفطر كلنا بها مع بعض. هجيب بقى الصواني بتاعتي. شايفين سمك الكيكة. الصواني بتاعتي بقى اديلها مسحة من السمنة، وفضي معايا الحاجات دي. تعالوا بقى شيلنا الكيكة بتاعتنا كده على جنب. شيل بقى معايا كده حتة سمنة بلدي كده حلوة،
هعمل بقى مسحة في قلب الصينية كده من تحت. عارفين ان احنا الجو شتا والسمنة بتبقى ماسكة قوي، مع ان انا سايباها برا التلاجة، بس برضو الجو ساقعة بيخليها متربطة ببعضها جامد كده. هديلها مسحة برضو من الجنب كده. كده يا حبايب قلبي انا مسحتها اهو. تعالوا بقى نقلب كده الكيكة بتاعتنا اللي شايفين السمك بتاعها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. كفاية كده على الصينية دي عشان متبقاش مسحومة جامد، واجيب كمان صينية وافضي فيها بقية الخليط بتاعنا ده. طبعا معايا الفرن شغالة على 180 درجة، يسخن معايا على ما اخلص الكيكة بتاعتي. هجيب الصينية دي كمان واروح جاية برضو عاملاها بمسحة من السمنة، واروح جاية مفضية فيها. كده بعد ما طلعت اهي لونها كده برتقاني جميل، شايفين اللمعة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. سنجية لسه سخنة لسه سخنة. تعالوا بقى كده ننزل مع الحبايب نعمل شوية شاي ونقطعها ونفطر مع بعض، وهنشوف ايه اللي احنا هنعمله النهاردة، واستنظروا الحاجات الحلوة اللي احنا هننزلها لكم. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. اللي هنا بسم الله ما شاء الله طعمها جميل جدا. تعالوا بقى كده اوريكم قلبها بعد ما قطعتها. شايفين قلبها هاشش جدا 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 وريحتها جميلة. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم مع بعض في فيديو جديد.